نعم تاريخ رمضان رحمة الله هكذا يصفه ويقول عنه شاعرنا الكبير وأديبنا المتألف ما شاء الله جامع الحسنين الشعر والنثر ومرتدي بردة الأدب أبو علي حياك الله أبو علي شرفتنا الغالي الله يحفظك شرفتك محمد بن طاهر الجلواح الله يحفظكم ان شاء الله سلمك الله عزيزي الله يعافيكم ان شاء الله شرفتونا الله يسلمكم ويرحم والديكم ان شاء الله الصفحة 186 من هذا الكتاب والمتماهي ما شاء الله في جامعة وله في بعض أبياتها على شرف كتاب حارس الذاكرة شيخ المؤرخين في عيون أبي جلواح وقصيدته ما شاء الله. جاء يسعى إليك يرنو الوصال ويلبيك طاعة وامتثالا. جاء يسعى إليك يرنو الوصال ويلبيك طاعة وامتثالا. حرق الوقت في لقائك شوقا واستباقا وحظوة وجلالا. وينادي على الليالي لتأتي كي تراها تحقق الآمال. جاء يسعى بثقله نحو حصن هجري وقد رآه مآلا. قيل من ذا؟ فقلت تاريخ أرض من تراث الأجداد كانت مقالا. أفتدي وجهه الوقور بشوشا، أفتدي وجنو كل ماض قد صال فيه وجالا. يرصد الحادثات فيها إنا فلأنت. شكرا للشاعر وشرف به أسماعنا من قصيدته المتألفة. مؤرخ كبير آخر كان من شيخ المؤرخين وحارس الذاكرة الهجرية كالضوء من الضوء وكالعود من المنكر وكالذراع من العرج وكالكف من الذراع. لا يكاد يفارقه آناء الليل وأطراف النهار. ينهل من معين علمه ويقتبس من أنوار فكره حتى غدا شعاعا من شمسه وشجرة من غرسه مختفيا خطاه صائرا على نهجه مواصلا مسيرته في الاهتمام بالتراث الأحسائي المجيد العظيم في كل المجالات ومختلف الحقول والميادين حتى أنتج قلمه السيار عدة مؤلفات عن الأحساء وأعلامها ومعالمها تكون إضافة إلى المشهد الفكري الأحسائي. وهي له أيضا كتاب الأمير عن الجواد وغاص في أعماقه ووقف على كنوزه ولؤلؤه ومرجانه وتفضل بكتابة. هذا نحكي عن التاريخ الشفهي يعطيكم العافية إن شاء الله. حياك الله. حياك الله مهندس صالح، شلونك؟ طول عمرك. ونعم والله ونعم. بس هو عمره 60. حبيبي والله يحفظكم إن شاء الله يا رب. بلا شك جهد قيم جدير بالقراءة والاستفادة.